كلمتين وبس. فن الإنصات، يعني إزاي تركّز في الكلام وتبطّل تتوه وتزعّق على طول. أول حاجة لازم نعرفها إن المشكلات مش بتتحل بالصوت العالي أو الغضب، ده بيكون غالبًا تربية غلط أو عصبية زيادة، لكن الحل الحقيقي بيبدأ من فن الإنصات. لمّا تحترم رأي شريكك وتكون صريح وواضح في الكلام وتتعامل مع المشاكل بنضج، هتلاقي نفسك فهمت شريكك أكتر حتى لو كانت المشكلة بسيطة أو كبيرة. فن الإنصات مش مجرد كلمات، ده اتيكيت في الحياة الزوجية، ودي حاجة مش بنتولد بيها، دي حاجة بنتعلمها مع الوقت. فن الإنصات ده يمكن تعلمه في أي وقت لو عند الشخص الرغبة في التغيير والتعلم. لو أنتم متزوجين من مدة أو لسه مقبلين على الزواج أو متزوجين جديد، لازم تفهموا أهمية الإنصات الجيد في الحياة الزوجية. كمان في فرق كبير بين الاستماع والإنصات. الاستماع يعني تكون موجود بس في نفس المكان، لكن الإنصات يعني أنت تتفاعل مع شريك حياتك. اللي بينصت يشارك مشاعره ويعيش اللحظة مع شريكه، وده بيخليه يقدر يفتح قلبه بدون خوف. لازم كمان نفهم إن الإنصات مش معناه الصمت التام، لأن التفاعل مع الآخر مهم جدا، وده اللي بيخلي الحوار مثمر وبناء. وكل ما كانت المحبة موجودة هتلاقي قبول النقد سهل ومقبول، وانت مش تحس إنك في حرب دايما مع شريك. في النهاية الإنصات هو علاج الحياة الزوجية. لما كل طرف يعبر عن مشاعره وهمومه والآخر يصغي، بنحس بالراحة ونكون أقرب لبعض. لو عايزين حياة زوجية سعيدة لازم نتعلم إزاي ننصت لبعض. كلمتين وبس، إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي